جملة واحدة خلى براند عالمي يتهم بالتحرش، وده بقى اللي حصل مع اديداس في 2022. اديداس كانت بتعمل حملة بسيطة جدا، مفيش سياسة، مفيش عنف، ولا حتى اي نية وحشة. اديداس بعتت ايميل تسويقي للناس، جملة قصيرة جدا كانوا فاكرين ان هو هزار لطيف عادي، والجملة كانت الجزء العلوي عن البنات وعن الراحة وعن الملابس الرياضية. بس اللي حصل بقى ناس كتيرة جدا شافتها انه تحرش صريح. طبعا السوشيال ميديا ولعت، واتهامات مباشرة زي مثلا لغة غير لائقة، وفي تجاوز، وبراند مش فاهم جمهوره خالص. وفي ساعات اديداس طلعت واعتذرت للناس علني. المشكلة هنا ان اديداس مش كانتش فيها اي نية خالص في حوار التحرش، ولا حتى ان هم يثيروا الجدل او حتى يطلعوا ترند. المشكلة ان البراند نسي حقيقة مهمة جدا، ان الجملة اللي بتطلع من براند عمرها ما بتتقري بنية صاحبها، هي بتتقري بالاحساس بالجمهور. واللي حصل ده يعلمنا حاجة مهمة جدا في السوق. لما تبقى براند كبير الهزار ما يبقاش هزار، وخلي بالك ان الجملة البسيطة ممكن تتحول لقضية. ولو البراند بتاعك قوي كلامك عمره ما كان ملكك لوحدك، كل كلمة محسوبة، كل جملة ممكن تتفهم غلط، مش لان الناس حساسة، لكن عشان البراند بتاعك هو مسؤول.